لما بيجي العيد الناس كلها بتعيد وتاخد الاجازه، والدوريات العالميه كلها بتاخد اجازه اسبوعين، وفي ناس زي بتوع الدوري الالماني بيريحوا شويه حلوين، لكن في الجماعه بتوع الدوري الانجليزي اللي هم لسه عايشين على مقوله اتس كامينج هوم، ما عندهمش الكلام ده. احنا مش بتوع اجازات، وقاموا يا سيدي مخترعين مصطلح اسمه البوكسينج داي. ما هي البوكسينج دايز وبدات امتى، وايه اكبر نتيجه حصلت في تاريخ البوكسينج داي، ومين اكتر فريق قدر ان هو يكسب في البوكسينج داي؟ ده اللي هنعرفه في حكاية النهاردة. فمن غير رغي كتير يلا بينا على التفاصيل. البوكسينج دايز هو يوم 26 ديسمبر من كل عام، واليوم ده سموه بالاسم ده لان البريطانيين اعتادوا ان هم يتبادلوا مع بعض احتفالات عيد الميلاد. وبالمناسبه دي انا طلع لكم على شجره عيد الميلاد. وفي راي تاني بيقول ان هم سموه بالاسم ده بسبب الازدحام الشديد اللي بيكون موجود اليوم ده في شوارع بريطانيا، وطبعا ده بيكون احتفالا باعياد الميلاد. وبما ان في زحمه وفي ناس كتير في الشارع، فاكيد هتكون في اشتباكات ما بين الناس وبين مشجعين الفرق. وطبعا الاشتباكات دي بتكون شبه الملاكمه اكتر من ان هي تكون تبادل احتفالات ما بين الناس في اعياد الميلاد. فمن الاخر تقدر تقول ان ماتشات الجوله دي تعتبر الهديه اللي بيقدمها الاتحاد الانجليزي للمشجعين. ده بما ان يعني مشجعين الانجليز لغايه دلوقتي فاكرين ان هم اخترعوا كره القدم، ولكن فعلا دي حقيقه، لان المشجعين الانجليز اكتر مشجعين بيحبوا الكره على وجه الارض. فكره ان هم في اجازات الاعياد تقدم لهم ماتشات دي بالنسبه لهم هديه كبيره جدا. بداية دخول مصطلح البوكسينج دايز في كرة القدم كان في يوم 25 ديسمبر 1860 لما كان فريق شيفيلد يونايتد بيلعب قدام فريق هالام. دول اقدم فريقين كرة في العالم كله، مش في انجلترا بس. وفي الوقت ده الفريقين دول ما كانوش بينتموا لاي دوري، والماتش ده قدر شيفيلد ان هو يخلصه لصالحه وكسب هالام 2-0. والموضوع ده فضل على حاله كده سنين كتير بيلعبوا البوكسينج دايز يوم 25 ديسمبر يوم عيد الميلاد، لغاية سنة 1959 لما بيقرر الاتحاد الانجليزي ان هو ينقل جوله البوكسينج دايز من يوم 25 ليوم 26. يعني علشان يسيبوا فرصه للعيبه والمدربين ان هم يحتفلوا بالعيد في وسط عائلاتهم. ما حبكتش يعني ان انتوا تعملوا الماتش يوم العيد، سيبوهم كده يريحوا يحتفلوا. غير كده كان الاتحاد الانجليزي بنفسه بيتدخل في القرعه اللي تخص البوكسينج داي، بحيث ان هو يخلي الفرق القريبه من بعضها هي اللي تلعب بعضها. يعني مش لازم نخلي فريق من غرب انجلترا يلعب فريق من شرق انجلترا، وده طبعا عشان يكون في سهوله ان الفرق تسافر من منطقتها لمنطقه الفريق المنافس، لان اكيد في العيد مش هيكون فيه ولا مواصلات ولا قطارات، فلازم نخلي كده الفرق القريبه من بعضها تلعب بعضها. وطبعا كان اسلم حل في الكلام ده كله ان الديربيات تتلعب في البوكسينج داي. يعني تشيلسي يلعب ارسنال اهم قريبين من بعض وهيمشوا لبعض، ليفربول ممكن ياخدها مشي لغايه الميرسيسايد يلعب ايفرتون، السيتي واليونايتد الاثنين جنب بعض، وهيبقى احلى ديربي في البوكسينج دايز. الصراحه ان قرارات الاتحاد دي سهلت البوكسينج دايز على الفرق، وخلت الجماهير كل سنه تنتظر جولات البوكسينج دايز عشان تتمتع في الملاعب، اهو يبقى عيد واجازات وكوره. فتحس كده ان المشجعين الانجليز مش عاوزين حاجه تاني بعد كده. والوضع ده بيفضل على كده لغايه سنه 1979 لما بيتلعب الديربي في البوكسينج دايز ما بين شيفيلد يونايتد والشيفيلد وينزداي، والمشجعين كعاده الديربيات بيتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض، وبتنتهي الخناقه ب 25 واحد مصاب وبيتقبض على 50 مشجع. فمن بعدها بيقرر الاتحاد الانجليزي ان هو لا يتدخل في قرعه البوكسينج داي، ولكن بعدها بمده بيجي الاتحاد الانجليزي ويقرر لا يوجد ديربيات في البوكسينج داي. ايوه يا عم احنا مش عاوزين مشاكل، الناس جايه تعايد وتتبسط، مش هنقضيها خناقات. السؤال بقى المهم حاليا، هل البوكسينج دايز دي مفيده ولا مضره؟ يعني فكره ان الانجليز بيعملوا بوكسينج دايز دي مفيده ليهم، ولا الاحسن ان هم ياخدوا اجازات زي بقيه الدوريات؟ وفي الحقيقه البوكسينج دايز دي مفيده لبعض الناس ومضره لبعض الناس. بص يا سيدي، فتره الاعياد بتبقى مهمه جدا للمشجعين الانجليز، وزي ما قلت لك من شويه احلى حاجه تقدمها لهم هي ماتشات كره القدم. فبتيجي العائلات كلها تتجمع في الاعياد علشان يروحوا مع بعض يتفرجوا على ماتش كره القدم. ففي الحاله دي بتلاقي ملاعب الدوري الانجليزي في الماتشات كلها مليان على اخرها، فطبعا تذاكر زياده، فلوس زياده، نسبه مشاهده اعلى بكتير زياده. ولما يجي الكلام في الفلوس، اذا فالاتحاد الانجليزي هو اكتر شخص مستفيد. فهنا الجماهير مستفاده والاتحاد الانجليزي هو كمان مستفاد. امال مين يا عم بقى اللي مش مستفيد في القصه دي؟ المشكله هنا بتكون في اللاعبين والمدربين، لان انت بتلعب
3 ماتشات في ظرف 10 ايام بس. والناحيه الثانيه عندك دوريات واخده بالاسبوعين والثلاثه اجازه، فلاعيبه الدوري الانجليزي ومدربين الدوري الانجليزي ما بيلحقوش ياخدوا راحه زي بقيه اللاعبين. وطبعا مع تقدم ماتشات الموسم ودوري الابطال والكاس وكل الكلام ده، بتيجي اللعيبه في الماتشات دي وتحس ان هي بتفير. وطبعا 3 جولات في نص الموسم كافرين ان هم يا اما يحيوا الموسم يا يقتلوا الموسم. يعني يا تركز في الجولات دي وتكسب وتتصدر وتاخد الدوري، يا اما اللعيبه بتاعتك تتكسل وتتعب وما تقدرش ويضيع عليك الدوري يا معلم. واللي ياكد كلامي ان انت دايما في كل سنه تلاقي المدربين في المؤتمرات الصحفيه الخاصه بالبوكسنج ديز بيطلعوا ويشتكوا من نظام البطوله وكتر الماتشات وان هم مش قادرين واللعيبه مرهقه. كده انتوا عرفتوا ايه هي البوكسنج ديز وجت ازاي ومشيت ازاي. ولكن احب اقول لكم ان البوكسنج ديز دي اتعمل فيها شويه ارقام قياسيه عنب. تعالوا بقى ما اقول لكم شويه من الارقام القياسيه اللي حصلت في البوكسنج ديز. في عام 1963 اتلعبت جوله البوكسنج ديز في الدوري الانجليزي، والجوله دي شهدت تسجيل 66 هدف في 10 ماتشات، يعني بمعدل 6.6 هدف في الماتش الواحد، وده طبعا معدل اهداف عالي جدا في الدوري الانجليزي. الجميل بقى ان فريق فولهام لوحده في الجوله دي جاب 10 اهداف. ايوه زي ما بقول لك كده، لان فولهام قدر ان هو يكسب إبسويتش تاون 10-1. ايوه هم 10-1 كسبوهم 10-1 وفي الدوري الانجليزي. طب استنى بقى معايا عشان في رقم اكبر من كده. في سنه 1940 اتلعبت جوله البوكسنج ديز، وقدر فريق نورويتش سيتي ان هو يكسب برايتون 18-0. ايوه صدقني زي ما بقول لك كده، ارجع بص في جوجل هتلاقيهم كسبوهم 18-0 في ماتش ما جاش فيه من برايتون غير 5 لاعبين بس، واضطر الفريق ان هو يكمل ال11 بتوعه من الجماهير. كان ماتش مسخره ما شاء الله. ويعتبر مانشستر يونايتد هو اكتر فريق قدر يكسب في البوكسنج ديز ب 19 فوز. مانشستر يونايتد ده احنا عملنا له حلقه لوحده، لو عاوز تشوفها هسيبها لك دلوقتي في الاي اللي هتظهر فوق هنا دي، روح شوفها هتعجبك جدا. المهم دي الماتشات اللي هتتلعب في موسم 2024 2025 في جوله البوكسنج ديز. انزلوا بقى تحت في الكومنتات كده بسرعه واكتبوا لي انتوا شايفين مين هيكسب في البوكسنج ديز. وطبعا الاهم من كل ده انك ما تنساش انك تنزل تعمل لايك سبسكرايب وفولو، وتقولوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم البوكسنج ديز دي كويسه ولا ارهاق على اللاعبين. واشوفكم في حكايه جديده. سلام.